اتجننت وحطيت البطاطا في الخلاط وعينك ما تشوف الا النور. حطي البطاطا في الخلاط وهتنبهري من النتيجه. الحقيقه نزلت السوق علشان اشتري غدا. ما لقيتش ارخص منها في السوق. رخيصه وماليه السوق تقريبا ال4 كيلو ب10 جنيه. جبت منها وجاي على البيت. هاتي منها. مفيش ارخص منها. هاتي بطاطا وافطري وتعشي بيها وفرحي الاولاد. طيب تعالوا بقى كده نسمي ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتعالوا كده ندخل على الوصفة بتاعتنا. مبدئيا لو لسه أول مرة بتشوفي قناتي، يا ريت ندخل نعمل اشتراك في القناة وناخد جولة كده في القناة. بإذن الله هتستفيدي من حاجات كتير ووصفات كتير. تمام كده. كمان ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو لو عجبك. بإذن الله كومنت حلو منك بيشجعني كتير جدا، وبيشجعني كمان على إني أستمر وأقدم كل ما هو جديد. تعالوا كده نشوف النهارده هنعمل ايه. وصفة النهارده هتعجبكم جدا. عايزه اقول لكم ان البطاطا يا جماعه فوائدها بجد بجد لا تعد ولا تحصى. فيها بيتا كاروتين عاليه جدا، زيها زي الجزر واعلى من الجزر بكتير. ادخلوا كده على جوجل وشوفوا فوائد البطاطا. فعلا حلوه جدا حلوه جدا، بالاخص في الايام دي في نزلات البرد. من الحاجات اللي بتقوي المناعه جدا جدا جدا. طيب تعالوا نشوف عملنا ايه. انا هنا جبت 2 حبتين من البطاطا يكونوا كده حلوين. انا هنا كنت جايباها كبيره. فانتي يعني ايه خدي منها 2 متوسطين، او لو واحده كبيره مفيش مشكله. قشرتها كده وغسلتها طبعا كويس جدا وقطعتها طرنشات صغيره رفيعه جدا، او ممكن كمان تبشريها. حطيت عليها كده نص كوبايه ميه وبدات ان انا اسلقها. عايزاها اسلقها يعني ايه تبقى مستويه تماما. بعد كده بعد ما هدت شوية وبقت يعني يا دوبك دافية زي ما انتوا شايفين معايا، بدأت كده ان انا انزل بيها في الخلاط. خليها تهدى شوية، ما تنزليش بيها في الخلاط وهي سخنة قوي علشان الخلاط ما يبص منك. طيب جبت كمان لتر من الحليب. لتر من الحليب او 4 كوبايات من الحليب، اي حليب اي نوع انت بتفضليه. ونزلت عليهم في الخلاط. جبت كمان 2 باكت من الكريم كراميل، وبدأت أنزل عليهم كل الكلام ده كله في الخلاط. حاجة مش متعبة أبدا وسهلة جدا. ذرة كده من الفانيليا نص معلقة، وهنا نص معلقة صغيرة من القرفة. القرفة دي هنا اختياري يا جماعة، بس الحقيقة ان القرفة مع البطاطا بتبقى بجد طعمها رهيب. هضرب الكلام ده كله كده في الخلاط ضرب ناعم لغاية ما يبقى معايا. بصوا الخليط ده يبقى مجرد حاجة كده سايلة. تمام. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه. جبت كده حله معايا، ودي نفس الحله اللي انا سلقت فيها البطاطا، هي يعني انا كمان ما وسختش ولا مواعين ولا اي حاجه. الكلام اللي انا عملته في الاول خالص ده كله كان على البارد، كان كل حاجه معايا بارده. تمام. البطاطا بس هي اللي كانت يا دوبك دافيه. بعد كده بدات على النار ويا دوبك يغلي. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. جبت كده قالب معايا. مش شرط ابدا القالب اللي انا بعمل فيه ده، اي قالب عندك. ما عندكيش يبقى الاطباق بتاعتنا الصغننه، اي بولات صغيره، الاطباق بتاعت الرز بلبن. يعني اي حاجه عندك تقدري تستخدميها. ولو حابه تحطي في حاجه كبيره، فانا هنا عملت في القالب ده. لقيته شكله حلو فاستخدمته. كان ممكن نستغنى عنه خالص ونعمل كده في اطباق صغيره او بولات صغيره. هبتدي كده انزل بالكراميل بقى اللي بيبقى معايا في الباكو بتاع الكريم كراميل. هنزل بيه كده تحت خالص. وهبتدي بقى انزل بقى بالخليط بتاعي اللي هو يا دوبك غلى ده. هنزل بيه بقى كده ايه في القالب بتاعي واملاه. وزي ما انتوا شايفين كأنك بتعملي كريم كراميل بالظبط، ولكن الاضافه اللي احنا ضفناها هنا ان احنا ضفنا ليها البطاطا نكهه جديده مغذيه. هتعزز الطعم قوي قوي قوي. بجد بجد من الحاجات المفيده قوي. فضل معايا شويه كده في الحله. قمت جايه حاطه شويه كريم كراميل، شويه كراميل. وفوقيهم شويه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا جبت بوله عاديه خالص وفضيت فيها، ودي سهله جدا. كمان البوله دي لما بتتقلب بتبقى برضو شكلها حلو جدا وبتبقى برضو خطيره يعني. عايزه اقول لكم الوصفه دي من الوصفات الهايله المغذيه الرائعه. على التلاجة بقى يا حلوين. اهم حاجة هسيبها بره تبرد لغاية نص ساعة تقريبا، لغاية ما تبرد تماما. اوعي ابدا تدخليها التلاجة وهي سخنة. تمام كده. بعد كده هبتدي ادخلها التلاجة. هتقعد معايا من 4 ل5 ساعات، او حتى ان هي تتماسك يعني لغاية ما تجمد بس معايا وتمسك مع نفسها. بعد كده قطعيها براحتك وطلعيها. بصوا بصوا المنظر بعد ما قلبناها.
يعني حاجة كده والله العظيم 3 في منتهى الشياكة. الطعم بتاعها روعة. عارفين طعم كده جديد. حاجة طبعًا اللي هيشوفها هنا مش ممكن يصدّق أبدًا إن دي بطاطا. دي بطاطا دي يا جماعة، والله العظيم دي بطاطا. تخيّلوا بقى، تخيّلوا إن البطاطا يطلع منها وصفة بالجمال ده. حاجة كده. بُصّوا، تحفة، تحفة والله تحفة. بُصّوا المنظر شكلها عامل إزاي. مش ممكن أبدًا، أبدًا لو عندِك ضيف والّا أي حد، مش ممكن أبدًا يتخيّل إن دي بطاطا. تعالوا كده ناخد قطعة وندوق. بُصّوا بتتقطع، بُصّوا شايفين المنظر حلوة جدًا إزاي. بُصّوا شكلها بسم الله ما شاء الله. تعالي كده ندوق مع بعض. أنا هنا باوريها لِك من قريب. مش قادرة أقول لِك على الحلاوة ولا على الجمال. بجد، بجد طعمها في منتهى الجمال. آمم بُصّوا بقى، الكراميل هنا ده اختياري. ممكن ما تحطّيش الكراميل في البداية خالص في القالب. ممكن بقى بعد ما تقطّعيها تبتدي تحطّي الكراميل كده من فوق الوش. أنا هنا كان فاضل حبّة عندي فبدأت أحطّهم من فوق الوش، برضه بيدّي شكل حلو وجميل. تمام، يبقى يا تحطّيه كده يا تحطّيه كده، ودي حاجة اختيارية زي ما يعجبِك. وصفة هايلة، جرّبوها بإذن الله هتعجبكم. لو أنتِ لسه مكمّلة معايا لغاية دلوقتي ما تنسيش تحطّي لي لايك. قولي لي رأيِك في الوصفة الجميلة الرائعة دي. جرّبوها يا جماعة. التيست بتاع القرفة فيها هايل، هايل، هايل. بجد ما تتردديش أبدًا إنِّك تضيفي القرفة، ولكن في ناس ما بتحبهاش. فحلوة جدًا، مغذية جدًا. استخدموها كتير جدًا. البطاطا مش شرط بالوصفة دي، استخدموها اليومين دول لإن هي بتقوي المناعة وحلوة جدًا لنزلات البرد، وحلوة جدًا فيها بيتا كاروتين عالية، عالية، عالية. بُصّوا بقى الطعم بقى مع الكراميل، جرّبوها بألف هنا